عارفين جبل المقطم؟ الجبل الضخم اللي ساند ظهر القاهرة ومحاوطها من كل ناحية. تفتكروا لو قلتلكم إن الجبل ده من 1000 سنة اتحرك من مكانه ومشى في شوارع المحروسة كأنه إنسان؟ لا دي خرافة ولا حدوتة قبل النوم، دي حكاية هزت عرش مصر، وفيها تحدي كان هينتهي بمذبحة لولا ستر ربنا وراجل غلبان صنايعي شقيان. امسكوا أعصابكم عشان النهاردة هنحكي معجزة المقطم اللي خبتها كتب التاريخ وظهرت في المغارات. الحكاية بدأت أيام المعز لدين الله الفاطمي، الخليفة اللي بنى القاهرة، وكان عنده وزير اسمه يعقوب بن كلس. الراجل ده كان ذكي جدا، بس كان عاوز يوقع المسيحيين في فخ ملوش مخرج، فراح للخليفة وسخن دماغه وقاله: مش الإنجيل بتاعهم بيقول لو عندكم إيمان حقيقي تقدروا تنقلوا الجبال؟ طيب ما تخليهم يزيحوا جبل المقطم ده من مكانه، ولو معرفوش يشيلوه يبقى إيمانهم ضعيف ويبقى لينا كلام تاني معاهم. الخليفة عجبه الكلام وبعت جاب كبيرهم البابا وقالوا: قدامك 3 أيام يا الجبل يتنقل من مكانه يا هعتبركم بتضحكوا علينا والكل هيتحاسب حساب عسير. الجزء ده من الحكاية صدمة، بس الحكاية كاملة وبكل أسرارها نزلت دلوقتي على القناة. الرابط في البايو، وأول تعليق فيه النسخة الكاملة. أنا نفسي عيلتي تكبر بيكم، ليه مش عايزين نكسر الدنيا مع بعض؟ حلمي أوصل لل1,000,000 متابع النهاردة، وبدعمكم مفيش مستحيل. مستنياكم هناك في القناة عشان تشوفوا العجب.